السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة كده نعمل مفاجأة. عارفين الماكفاز اللي هو بنجيبه من ماكدونالدز وبقالهم فترة مش بينزلوه؟ أنا بقى النهاردة هعمله لكم أحلى كمان من طعمه الحقيقي. ونعمل كمان كده مخيطه بالليمون، بس حاجة كده على قدنا وسهل جدا ولذيذ وتحفة، ومكونات موجودة في كل بيت. هقطع عندي ليمونتين كبار وكمان معاهم شوية نعناع. عايزة تقشريهم براحتك، بس أنا بحب المرارة اللي بتكون في القشر. هحط بقى عليهم معلقتين سكر أو حسب الرغبة، وأحط عليهم بس ربع كوباية مية. اضربهم بالهاند بلندر، بعد كده اصفيهم كويس جدا. بعد كده بقى نجيب التلج ونحط ريحتين الليمون ونحط شوية من الخليط وبس كده، ونحط بقى اي صودا عندنا، بس تكون صودا بيضاء اللي هو سيفن او سبرايت وبس. احلى انت عايش بقى، ما اقولكوش. عملنا مخيطه بس على قدنا شوية، وطعمه بجد يا جماعة خطير. نيجي بقى للماكفز، شوية مية ساقعين وشوية جيلي، اقلبهم كويس جدا لحد ما يدوبوا. بعد كده بقى هجيب عندي كوباية، احط شوية من خليط الجيلي ده واحط شريحتين برضو ليمون، وبعد كده انزل بالصودا. وما اقولكوش بقى، انا عايزه اقول لكم اصلا ان ريحته كانت خطيره، وطعمه اللي بنجيبه من ماكدونالدز يمكن احلى كمان. وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه، حاجه سهله ولذيذه ندلع بيها نفسنا في الحر ده. والف هنا وشفا. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.